بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمتى ابني يروح لطبيب العيون؟ وإمتى يحتاج إن أنا أقيس له الضغط؟ وهل أحتاج أتابعه ولا أقيسه مرة واحدة بس؟ ده موضوع الفيديو اليوم بإذن الله. إمتى ابني يروح لطبيب العيون؟ بعد الولادة. بعد الأطفال بيكون عندهم حول بسيط، غالبا بيكون إما لخارج العين أو العينتين إلى الداخل. بيجي ويروح، بيظهر أكتر لما يكون الطفل في مرحلة النوم أو بيكون تعبان وبعد كده بيختفي. ده مقبول في أول 4 شهور من العمر. لو استمر بعد 4 شهور في الحالة دي لابد يروح لطبيب العيون. الفئة التانية اللي لازم تفحص العين هي الأطفال اللي مولودين قبل الشهر الثامن أو مولودين وزنهم أقل من كيلو ونص. دول لازم يعملوا فحص لقاع العين عند عمر 4 أسابيع. عند 3 سنين دي مرحلة مهمة بنعمل فيها حاجتين للمتابعة. أول حاجة بعمل فحص شامل للعين وأقيس نظر ونشوف هل في طول نظر أو قصر نظر أو نقيس ضغط العين ونطمن على ضغط العين عشان نكتشف أي مشاكل في النظر في المرحلة دي. في اللحظة دي ممكن يكون الطفل مش متجاوب عند العمر ده، فممكن نأجل 6 شهور لسنة ونعيد تاني. لو الأمور كويسة بنعيد الفحص تاني قبل الدراسة. طب امتى نقيس الضغط؟ زي ما قلت عند 3 سنين بنعمل فيه حاجتين: قياس النظر وأول مرة فيها نقيس الضغط. لو الأمور كويسة بيكون بعد كده بنتابع كل مرة سنويا مع أي فحص دوري، بنقيس الضغط مرة سنويا لحد ما يكبر. لو لا قدر الله لقينا القراية فيها أي شيء مش طبيعي، في الوقت ده بنبدأ نقيس الضغط 3 مرات مختلفة في أيام مختلفة وناخد المتوسط. بعد كده الأمور طبيعية يبقى المتابعة سنويا. لا قدر الله في أي شيء مش طبيعي، ساعتها الطبيب هيوجهك نعمل إيه. ده كان موضوع فيديو اليوم. دمتم في أمان الله وأنتم في أتم صحة وأحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.